6 سيارات تعتبر منازل متكاملة وكأنها فندق 5 نجوم. أهلا وسهلا بكم. المنزل الذي أمامنا هو سيارة متنقلة تعرف باسم Recreational Vehicle أو بيت متنقل. هذه الوسيلة متوفرة وشعبية جدا في الدول الغربية، فبعض الناس في الدول الغربية يستخدمون هذه السيارة المتنقلة وهم في الواقع ليس لديهم منزل في مكان معين، فهم يسكنون في منزل متحرك، فهم من محبي السفر والترحال، لذلك تجدوهم مترددين في الاستقرار في مكان معين. وفي كثير من البلاد الأخرى لم يحظى هذا البيت المتحرك بشعبية كبيرة كما هو الحال في الدول الغربية. في الواقع يمكن استخدام هذه السيارة المتنقلة لتوفير تكاليف الإقامة في الفنادق وغيرها من أماكن الاستراحات أثناء العطلات، فيمكننا الذهاب لقضاء إجازة في أي مكان دون الحاجة في التفكير في إيجاد مكان للمبيت. فكثير من هذه السيارات يتوفر فيها غرف نوم ومطبخ وغرف معيشة، وبعضها يوجد بداخله مرحاض. وهذه المرة أيها الأحباء سنتحدث عن أفضل سيارات منزلية في العالم، ولكن قبل البدء يوجد بالأسفل زر الاشتراك وكذلك الإعجاب بالفيديو، فإذا أعجبكم الفيديو قوموا بالاشتراك في القناة ولا تنسوا التعليقات، واعلموا أن الاشتراك بقناتنا مجانا، لذلك سيصلكم منا كل ما هو جديد. Performance S. صنع هذا المنزل بواسطة شركة فولكنر موبيل، وهي شركة ألمانية. هذا المنزل المتنقل يحمل مفهوم أن أي شخص سوف يركبه سوف يشعر وكأنه في غرفة بفندق 5 نجوم. تحتوي هذه الحافلة على غرفة نوم مزدوجة كبيرة وحمام كامل ومجموعة كاملة من المطابخ وغسالة صحون وثلاجة مجهزة بالكامل وتلفزيون كبير بشاشة مسطحة. يتم توفير كراج تحت السيارة التي يمكن أن تجعلك تستطيع أخذ سيارتك الشخصية إلى أي مكان، فهذا الكراج يمكن أن يحتوي على سيارة رياضية من نوع فيراري أو لامبورغيني أو مرسيدس. وقالت ستيفاني فولكنر مدير شركة فولكنر موبيل أن هذا كان عبارة عن منزل على عجلات. عادة ما يكون لعملائنا شركات كبيرة إنهم يريدون السفر بحرية، لكنهم رأوا طقسا خاطئا، لذا فهم بحاجة إلى مكان آمن ومريح وفاخر للعيش فيه في سفرهم بعيدا. وقالت ستيفاني: بالنسبة إلي أهم شيء في هذا المنزل المتنقل هو مقصورته الداخلية الحصرية، فهو يحتوي على مواد عالية الجودة وعملية جدا. إذا كنت ترغب في استخدام هذه السيارة يمكنك الحصول عليها مقابل 1.3 مليون جنيه استرليني. فولفو 360 سي. هذه السيارة مصممة لكي تكون بدون سائق. هذه السيارة تحتوي على مكتب متنقل وكذلك غرفة للنوم وغرفة للضيوف. هذه السيارة مصممة لقضاء الأعمال اليومية التي نحتاجها، ويوجد بداخلها العديد من الغرف والخدمات. فهذه السيارة تعمل بنظام آلي لقياس المسافات من جميع الاتجاهات لكي تعمل بدون سائق. تحتوي هذه السيارة على مكتب متنقل، فيوجد بها مكتب وكراسي وكذلك غرفة للنوم مريحة جدا، وأبوابها بأحجام كبيرة حتى تستطيع استيعاب جميع الأشياء والأحجام. يعتبر الزجاج الخارجي عبارة عن شاشة استعراضية أيضا. كذلك فإن السيارة تحتوي على أماكن مخصصة لحفظ الطعام وكذلك الملابس. هذه صورة مصغرة للحياة المتوقع في المستقبل القريب. عندما تعمل هذه السيارة فإنها تسير بنظام خاص بها يحفظ المسافات بينها وبين السيارات الأخرى، وكذلك بها نظام اتصال خاص بقائدي السيارات الأخرى. وهذه السيارة تعتبر صديقة للبيئة لأنها لا تخرج عوادم كثيرة مثل السيارات الأخرى. إليمنت بالازو. يعتبر هذا البيت المتنقل بمثابة مظهر من مظاهر سحر هوليوود بسبب تصميمه الأنيق والفريد. تشبه هذه الحافلة الفندق الفخم من الداخل بسبب الأرضيات والسلالم وغيرها. سعر بيت الدراجات النارية الأكثر فخامة وكلفة هو 3 ملايين دولار. يمكن أن للتجار هناك هذا الرقم الضخم لا يعني لهم شيئا.
هذه الحافلة تحتوي على أغلب سبل الراحة، فيوجد بها تلفاز بداخلها، ولكنه ليس في الكابينة الخاصة بالحافلة. ويوجد بها مطبخ وثلاجة لحفظ الطعام والمشروبات لوقت طويل. وبالإضافة لذلك فيمكن إقامة حفل فوق كابينة هذه الحافلة. وإذا أردنا الاستراحة والنوم فيوجد غرفة نوم متكاملة وبها دورة المياه الخاصة بها. وأيضا يوجد بها مقاعد سهلة الاستخدام، فلقد قامت شركة مارش بتسهيل إظهار وإخفاء هذه المقاعد من خلال أزرار بالحافلة. The Venture Platinum Plus. الأتوبيسات أو الحافلات ما هي إلا وسيلة مواصلات، ولكن مع هذه الحافلة فهي قصر متنقل. فهذه الحافلة هي واحدة من أفخم البيوت المتنقلة المتوفرة بالعالم بسعر 2.5 مليون دولار أمريكي، ويبلغ خزان الوقود بها 900 لتر. تحتوي هذه القافلة على العديد من الأساليب الفاخرة التي تم تكييفها، بما في ذلك السقف بأكمله المحاط ببلورات السورفكسي والمنتجات الجلدية الإيطالية والأشياء الزخرفية الأخرى. تم تجهيز القافلة أيضا بمرافق متكاملة مثل تلفزيون بلازما كبير وغسالة ملابس ومجفف ملابس ودورة مياه. بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا البيت المتنقل أيضا على كراج منفصل للسيارات الرياضية. ويمكن القول بأن هذه الحافلة تعتبر فندق ب5 نجوم متحرك. فيريو موبيل سيكنشر 1200 يوصف بأنه أفضل تجربة تخييم. هذا البيت المتنقل الذي تبلغ كلفته 1,000,000 جنيه استرليني، فهو كبير جدا بحيث يمكنك ركن سيارة رياضية بداخله. يسمح نظام أتوبيس فيرو سيكنشر 1200 الذي تم إطلاقه حديثا بخروج السيارة من الكراج الداخلي أسفل الصالة الرئيسية. يتميز بيت المتنقل بطول 12 متر بتصميم داخلي يضاهي جناح الفندق الفاخر، بما في ذلك صالة جلدية بيضاء اللون مع قشرة خشب الجوز الأمريكية. تستوعب الكابينة ما يصل إلى 6 أشخاص، وتتضمن خيار سرير قابل للطي ومكانه فوق كابينة السائق. وأيضا يوجد نظام بوس للترفيه المنزلي ووحدات إضاءة متحكم بها في المعالجات الدقيقة للإضاءة المحيطة، وغرفة مطبخ متعددة الوظائف. إذا أردنا مشاهدة الطريق فإن مقصورة السائق تحتوي على صف ثاني خلفي من المقاعد الجلدية للعائلة. تقول شركة فيرو موبيل الألمانية إن مفاهيم الغرفة الفريدة تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وجمال. إليشيوم RV. هذه الحافلة يمكن القول عنها أنها أغلى حافلة في العالم، وهذا ليس بسبب فخامتها أو حجمها أو طولها الذي يبلغ 15 متر، ولكن بسبب الهليكوبتر الموجود على سطحه. هذه الحافلة المتنقلة تم تزويدها بكل أساليب الرفاهية التي يمكن أن نتخيلها. فالحافلة فقط يبلغ سعرها 2.5 مليون دولار أمريكي، وهذه الحافلة مزودة ب3 شاشات كبيرة يبلغ حجم الواحدة منها 30 بوصة، وأيضا مزودة بخدمات خاصة للشعور بالطقس إذا كان سيئا. وغير كل هذا وغير أماكن النوم فإن دورات المياه الخاصة بها مزودة بمكان للاغتسال، غير أن سقفها مهبط لطائرة هيليكوبتر، فيمكن استخدام السطح لتجفيف الملابس أو الجلوس أو الاستمتاع بوقت جميل فوق الحافلة. هذه الحافلة مزودة بهيليكوبتر خاصة بها، فهي تطير في المسافات القريبة فقط لرؤية حالة الطريق وغيرها من الأشياء التي يحتاجها السائق. إذا كنت تاجرا غنيا فأنت لست بحاجة إلى شيء أكثر فخامة من هذا، ولكن للأسف هذه الحافلة ليست للبيع، فإن شركة فوريان المصنعة لها قد صنعت هذه الحافلة لتكون خاصة بهم فقط. إلى هنا أيها الأصدقاء انتهى لقائي معكم في هذا الفيديو الرائع. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب، وأيضا اشتركوا بالقناة لكي يصلكم منا كل ما هو جديد. إلى اللقاء في الفيديو القادم.